احنا برنامجنا اسمه كوره في الشارع. معتز ايده بقى لعب كوره في الشارع؟ انا ياما لعبت، انا طالع من الشارع، انا من حلوان منطقه شعبيه، بتشرف ان انا من حلوان. ياما لعبت كوره في الشارع، كوره كولا، كل الناس طبعا عارفاها، كوره الشراب. اللي ما لعبش كوره شراب ما لعبش، يعني اللي ما لعبش كوره شراب ياما طلعت الكوره الشراب دي، هي اللي طلعت نجوم مصر. فياما لعبنا في حواري وعلى الرصيفه ومع اصحابي فبلعب، وانا لحد دلوقتي بلعب مع اصحابي. يعني حتى لما الواحد برضو ربنا كرمه وعمل اسم كويس ولعب واتشهر وكده، بس بلعب برضو خماسي مع اصحابي، وبلعب دورات رمضانيه، وبلعب كل حاجه. فما اقدرش انسى المواقف دي، وما اقدرش انسى اللعب ده مع اصحابي، والا بكون قليل الاصل. وهو اللعب ده والحاجات الحلوه دي هي اللي بترجعك للزمن الجميل وانت صغير. في رمضان دورات رمضان ليها طعم تاني وشكل تاني. اكيد ممكن وانا بلعب يعني من سنتين ولا حاجه كنت الدنيا صعبه بالنسبه لي شويه في حته اللعب، عشان انت عارف كنت بقى في الاهلي والعين بتبقى عليك دايما والنادي يعني بيبقى خايف عليك عشان الاصابات ولسه بتلعب وكده. فكنت ممكن اوقات ما يعني بروح اتفرج على اصحابي وكده، لكن دلوقتي خلاص انت بتلعب بقى براحتك. كما هو الحال في طرفي وتسديده قويه قويه قويه. لعبت كوره في الشارع طبعا. حافي بقى ولا بالكوتش الباتا؟ لا ما لعبتش حافي بصراحه بالكوتش كوتش انا الباتا. عارف لعيب كوره وكان من الهدافين الكبار في الاهلي، هو كان بلدياتي. مش والله مش بقولها كده ان انا بافور. كنا بنلعب في الدورات الرمضانيه في البلد عندنا، فكنا بنجيب له الكوتش الباتا عشان نعوده يلعب. والله كان بيقلعه يلعب بالشراب. قعد كده لحد ما راح فرقه دوري ممتاز، لدرجه ان كان عنده اللازمه دي يا احمد، ان هو كان اول ما يتغير او يطلع اول حاجه يعمل يخلع الجزمه، تحس ان في حاجه مكهرباه في رجله. ايوه. فلعب الشوارع بيبين بيزود مهاره، وخاصه لعب في الاجواء بقى الارض والتراب وكور السبع جلود والكره الشراب والحاجات دي. بتبين اللاعب بالحريف ولا مش حريف في الحاجات دي. صح. بنبين وكمان انت بتلعب في الحاره في الدورات الرمضانيه، في دورات مراكز الشباب، فاجواء ممتعه لاي حد بيحب الكوره، فاهم؟ انت بتلعبها في اي مستوى انت بتحبها، في اي مكان وفي اي مكان وفي اي وضعيه وانت صايم وانت فطران، في اي حاجه انت بتحب الكوره فبتحب تلعب. كام شباك بما يرضي الله كده وانت بتلعب في الشارع؟ لا كتير يعني. ازاي؟ مين اللي كان بيضايقكم وانتوا صغيرين في الحته؟ يعني كان دايما كده بيبقى في واحد هيرش ميه. احنا كان عندنا واحد اسمه الحاج شيح الله يرحمه. انت كان عندنا الكوره يقطعها. عم محمد كان بتاع ازاز جنبنا. سبحان الله يا احمد، لازم في كل منطقه لازم يبقى في واحد بيكره الكوره او بيكره نفسه او بيكره او عايز ينام او عايز يعمل اي حاجه. das amigas da minha ex-mina tu quer na 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 oh na na na. مين فينا ما لعبش كوره في الشارع؟ مين فينا ما لعبش كوره بوليتكس؟ مين فينا ما قالش حيف حيف؟ مين فينا احسن حريف ويختار؟ مين فينا ما قالش الكوره لو جت في الطوبه ودخلت الجول ما تتحسبش جول؟ طبعا كل ده كان ذكرياتنا في الشارع، واكيد اول حد عمل كده هو صلاح امين. صح صلاح الشارع صح. لعبت في الشارع صلاح؟ لعبت في الشارع. انا اصلا بدات في الشارع، يعني كنت بلعب دايما مع اصحابي في الشارع عندنا في الهرم، ويمكن انت احمد ممكن تكون عارف شويه عشان انت ساكن جنبي، مع اصحابي في المنطقه. وبعد كده بقى ابتديت العب في مركز شباب كده عندنا في الهرم، مركز شباب السلام. لعبت فيه شويه لحد ما حد شافني وخدني بقى وداني، ومن ساعتها انطلقت بقى. بس لسه بتلعب كوره في الشارع دلوقتي صلاح؟ لما بيكون يعني يفك الشوق كده. طبعا ده اهم. يا بص انت كده كده مفيش لعيب كوره متهيألي في مصر ما بيلعبش مع زمايله وبتاعه كده، بنحجز ساعه وبتاع. الاول طبعا كنا بنلعب في الشارع على طول، دلوقتي بقى في ملاعب كتير معموله دلوقتي في كل حته. بنجمع بعضينا ونروح نحجز ساعه ساعتين ونلعب فيها، نلعب على عشاء بقى على طول. انا اساسي انا اساسي على طول في دورات رمضان. يعني الدورات تبدا يمكن بخش حوالي مثلا 3 4 دورات في رمضان. ايه اللاعب اللي بتقول عليه ده حريف كوره شارع، اللي هو بيمسك الكوره بيجننك؟
بيرقص الطوب في الشارع زي ما بيقولوا. هو في كتير يعني في اتنين طبعا انا لعبت معاهم، ايمن حفني ومحمود عبد الحكيم. بمناسبة برضه يا شباب، لعبت كوره بقى ازاي في البلد في الشارع هنا؟ لا في المدرسه بتاعتي، انا في مدرسه الاعدادي هنا في بلدنا والابتدائي، فكنت بلعب في المدرسه. ابويا اصلا كابتن البلد وكده والله فكنت بروح العب معاه. اول موقف حصل لسه بقى بتلعب كوره خماسي لحد دلوقتي؟ طبعا ما اقدرش ابعد عن الخماسي وملعب. كنت بلعب دوره في رمضان. ايه الموقف بقى اللي حصل معاك؟ ابويا هو اللي بيمسك الملعب، فهو اللي لما بيجوا يروحوا يلعبوا حد وخميس وجمعه، هو بيقسم وكده، بيبقوا مثلا 4 فرق 5 فرق جماعه بيشيل 6. فانا رحت كنت عندي تقريبا قبل ما العب في ب 11 سنه، فهم كانت اللعيبه كلها كبيره، فانا عايز العب وكده، فهو قال لي لا يلا روح مش هتلعب. فانا عيطت بقى وزعلت ومش عارف. فواحد من بلدنا اسمه كابتن فريد حنفي راح واخدني في حضنه وراح قال لي لا هتلعب ومش هتلعب. اليوم ده لعبت، فلعبت كسرت الدنيا. كنا 5 فرق او 4 فرق، ما طلعتش من الملعب. من ساعتها بقى وانا لعبت بقى في البلد وفضلت العب وما طلعتش، بقيت اي دوره العب معاهم بره. بعد كده رحت انبي بقى. عرضيه خطيره، حسين الشحات متسلل املاء خطيره والهدف خطيره والهدف وجول. اول هدف للاهلي في التاريخ. زمان يلعب كرة في الشارع زمان وحد اكتشفه من الشارع. انا لعبت، بقول لك على حاجه، انا لعبت في الشارع، كنت اصحى الساعه 7 الصبح اقسم بالله مرمي في الشارع والعب حافي وبتاع. لو قلعت بتاع تشوف ركبي كلها تعوير. كنت اعمل ايه بقى ساعتها وانا صغير؟ اسفلت ورمله بقى وكرة بوليتكس كده. كنت بعمل ايه؟ كنت باخد معايا 4 5 لعيبه صغيرين وادفع لهم فلوس والعب انا فرقه، لا فرقه ثانيه واكسبها وتاخد فلوس. والله العظيم كنت بعمل ايه يوم الخميس عشان اخد الخميس. ساعتها والدي شغال في ايطاليا، كان بيبعت لي الحمد لله فلوس واحنا صغيرين بقى. ايوه مامتك مش تديك كل شويه فلوس وبتاع، واكسب البتاع واروح مثلا ساعتها كان 10 جنيه 15 جنيه وانزل بقى اخرج مع اصحابي بقى. ايوه لا كانت احلى ايام. من الساعه 7 الصبح بقى في الشارع. كابتن ربيع، زمان الكرة في الشارع كانت كابتن ربيع ايه اخبار الكرة في الشارع ودورات زمان قبل ما يلعب بيبتدي يخش نادي الاهلي؟ بصوا لما كانش في كرة في الشارع وكرة في الحواري وكرة في الساحات الشعبيه، كرة في مراكز الشباب، ما كناش احنا طلعنا ليه؟ لان هي كانت التنافس الوحيد الشارع. كنا بنعمل الباب جول والباب جول، 1 ضد 1 2 ضد 2 3 ضد 3، البيبان يعني باب المنزل، لان ما كانش فيه طبعا عرض ولا فيه اي حاجه. وفي نفس الوقت الساحات نلعب الصبح ونلعب الظهر ونلعب، انا قصدي ما كانش موجوده، ما كناش احنا موجودين. المدارس برضو الحوش والفناء واخد بالك كنا برضو بنستغله. فالحاجات دي هي الاصل في نبوغ كل المواهب. خلي بالك المواهب الفذه اللي طلعت اساسها شراب، اساسها كره صغيره واخد بالك، اساسها 2 ضد 2 و3 ضد 3. احنا عاوزين زمان يرجع عشان ترجع الكوره، عشان يرجع الاداء، عشان يرجع. خلي بالك لو تلاحظ الموهوبين قالوا على مستوى حتى الفرق الكبيره الاهلي والزمالك، هتلاقي المصنوعين واخد بالك، وتلاقي اللي بيحاول، وتلاقي الموهوب قليل جدا. ليه؟ لان ما فيش الكره الخماسيه، الكره هي الاساس. فطبعا الكره الخماسيه. هل دور الكشاف انتهى؟ انتهى لان بقى في حاجات غير الكشافي، في كل عاوز على الجاهز. انا عاوز باك على الجاهز، عاوز راس حرب على الجاهز، وفي نفس الوقت لغه ثانيه خالص بيتحكم فيها حاجات غير الاصل. الاصل في الاكتشاف، الاصل في ابن النادي، الاصل في الاختبارات السنويه، الاصل انك بتسافر المحافظات عشان تكتشف. هو ده الصح في الاصل. وخلي بالك احنا 100 مليون عندنا لعيبه وعندنا مواهب وعندنا كل حاجه كويسه. فانا مبسوط ان موجود النهارده، يوم كويس، وان شاء الله يبقى ختام زي الفل باذن الله. لا الموضوع مختلف. لا مفيش لعيب كوره حاليا ممكن ما تعرفش تلعب في الشارع.
لكن ايامنا احنا واللي قبل كده لا طبعا اكيد. انت اول تاسيس ليك بيكون في الشارع، اول تاسيس ليك بيكون كوره وشراب، اول تاسيس ليك بيكون هتحط كل ده. اولا انا مغاغه المنيا من منطقه شعبيه، متربي الكوره سواء في الشارع ومركز شباب، وخروجي كان من مركز شباب كمان مش من نادي كبير، وده شيء الواحد الحمد لله بيعتز بيه يعني. فما فيش لعيب كوره مش عارف، انا مش عارف بس احدد لغايه امتى خلاص لعب الشارع يعني يعتبر انتهى يعني. دلوقتي بقت الساحات، بقى مراكز شباب، بقت الملاعب المفتوحه لكن شوارع زي زمان لا، ما اظنش ان هي متاحه الخاصيه دي دلوقتي. صبح عليهم ومس عليهم وعش عليهم وتعشى بيهم وثلاثة بلاش للهاتريك للفول عليهم. خمسة وخميسة للريال. يا نهار ابيض يا نهار ابيض. بالثلاثة يا حبيبي بالثلاثة. ما عادش تعطي باس يا الارجنتيني. لا نسجل يا الارجنتيني. ميسي خل ميسي وصل ميسي هيلا منه ميسي قطع المره غازوج لاعبين امامه وهيدا وصلت من هناك في اللعبه ممتازه وصلت لي تسونامي بافاري. يا قاهرة يا ناسي العشرة لماذا لا تراعي العشرة يا ابن روساريو؟ Why so serious؟ ادي بصتك ايوه، وادي نفختك ايوه، وادي لحيتك، ادي انت كلك نورك وظلك، ادي انت كلك نورك وظلك، وايه وحطيتك يا حرام.